اهلا وسهلا بيكم معانا. النهارده هنعمل فطير. احنا عملناه كم مره مع بعض بس هو الطلب مني، فان شاء الله هنعمل فطير النهارده مع بعض. هنصلي على النبي ان شاء الله، وهنحط كيلو دقيق، نص معلقه ملح، معلقه سكر، وهنبدا نقلب الدقيق كويس. بعد كده زي ما احنا متعودين هنحط الميه بالتدريج، بحيث ان العجينه تديني القوام اللي انا عايزاه. ان شاء الله العجينه لمت من ايدي ولمت من الطبق. بعد ما هتلم من ايدي ومن الطبق، ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك، وما تنسوش اهل غزة من دعواتكم. اهو العجينة زي ما حضراتكم شايفينها قوامها اهو، والملمس بتاعها كان ناعم وكويس، بس انا هاخدها على الرخامة وهنعمها بحيث ان العجينة كل ما تنعم معايا كل ما تكون مريحة في الشغل. زي ما حضراتكم شايفين انا هخلص وهاخدها احطها في الطبق ترتاح ساعة. بعد ما ترتاح معايا ساعة، ده القوام والشكل بتاعها زي ما حضراتكم شايفين. هبدأ أبطط بإيدي وافرد كويس العجينة، بما إنها طرية معايا فهتقبل شوية الدقيق اللي هفردهم وبطط بيهم عادي، مفيش أي مشكلة. كده تمام. احنا بقى ايه، هنبدأ نفرد زي ما حضراتكم شايفين كده بالنشابة. افردي بالطول بالعرض، المهم ان العجينة تفرد معايا. انا عايزاها تاخد شكل مستطيل، خدت شكل مستطيل معاكي تمام، مربع تمام، مفيش اي مشكلة. انا هنا بعمل بسمنة وقشطة، وحطيت معلقة كيك شيف بحيث ان هي بتديني توريق مع الفطيرة من جوه. ما شاء الله الخليط اللي انا كنت عاملاه كانت ريحته جميلة جدا. وزعته، وبعد ما وزعه هفرد زي ما حضراتكم شايفين. احنا كده فردنا وهنخلص فرد، وهاخد العجينة ابدأ الفها رول زي ما احنا هنعمل دلوقتي مع بعض. نوزع كويس وابدأ الفها رول، وكل ما الف شدة بسيطة معايا بتديها فرد وبتخلي العجينة تبقى رقيقة. كل ما الف شدة بسيطة معايا خالص زي ما حضراتكم شايفين. هخلص لف العجينة كلها وهبدأ اشد الاطراف برضو بحيث ان العجينة ترق وتورق معايا اهو. تمام، هخلصها وهلف العجينة حوالين بعضها وهروح واخداها. بعد ما الفها هركنها واسيبها كمان نص ساعة. العجينة كل ما اريحها كل ما تديني اللي انا عايزاه منها، اللي هو ايه، العجينة تبقى مورقة معايا، تبقى مرتاحة معايا، اجي افرد تفرد وهي مرتاحة برضو معايا. هنا الكيلو عمل معايا 3 فطيرات. احنا بنحب الفطيرة رقيقة، يعني مبقاش جواها طبقات كتير. اذا حباها تبقى فيها مورقة زيادة ما تفرديهاش قوي. تمام، انا هبدأ افرد وبعد ما افرد هدهن برضو من الخليط اللي انا مجهزاه سمنة على قشطة. الخليط ده بيبقى كويس وبيديها طعم وتوريقة كويسة اهو. هندهن وهلمها. كل حاجة عادت غالية، اعملي حاجتك في البيت. كده كده الحاجة بتتكلف، بس انا لما اعملها في البيت اقل ما يكون هضمن نظافتها اهو. فردنا، هطبق الطبقة التالتة، وكل طبقة هطبقها لازم ادهن من الخليط اللي انا عاملاه. بفرد، كل مرة بفرد بيديني توريق. وبرضو هدهن اهو بالفرشة، وهلم اطراف العجينة معايا واعملها زي البقجة زي ما حضراتكم شايفين اتلمت اهي. برضو هدهن الصينية وفيها تريحة كمان نص ساعة. لازم كل ما اريح كل ما تديني اللي انا عايزاه من العجينة، بتديني توريقة. بتنتفخ في الفرن، كل ما تنتفخ وتورق بتبقى احلى. انا كده تمام، خلصت فرد وكمان هريحها برضو نص ساعة زي ما قلنا. بعد التريحة بتاعت النص ساعة دي هروح واخداها ورايحة مولعة الفرن. هنا بندهن وشها اهو. بعد ما هدهن وشها هاخدها واروح بيها على الفرن. انا مولعة الفرن من فوق ومن تحت عالي، وهدخلها الفرن عالي عشان تستوي معايا. ما شاء الله كان شكلها تحفة وكان طعمها تحفة. جربي خليط السمنة على القشطة هيعجبك وهيديكي الفطيرة اللي انت تحبي تاكليها. احنا هنقطع مع بعض. احنا بنحبها رقيقة فما بيبقاش فيها توريق كتير.
بس اذا انت حباها مورقه اكتر من كده خليها تخينه شويه، وما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك.